اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. احنا ان شاء الله هنعمل احلى صينيه سمك، بس خليكم معانا الاخر وانت هتاخد الصينيه بسم الله ما شاء الله على طريقه امي الله يرحمها، ربنا يرحمهم برحمته يا رب العالمين. صينيه السمك دي لو عملتيها وجربتيها صدقيني ما عدتش هتبطلي انك تعمليها خالص، لان الطعم بتاعها الحلو وطريقتها سهله ومش هتاخد منك اي وقت. احنا ان شاء الله كان عندي السمك ده في الفريزر، ببقى اجيبه لما اكون في السوق، بقوم جايباه غسلاه وبقوم زي ما انتم شايفين كده منضفاه، واقوم حطاه في كيس في التلاجة، ولما احب استعمله بقوم مطلعاه. انا جبته وغسلته برده بعد ما طلعته من التلاجة، غسلته بالدقيق والليمون عشان لو في اي زفاره. بعد كده بقوم جايه حاطه التتبيله ديت. حاطه التتبيله ديت ايه، انا كنت برده عاملاها بس معلش ما صورتهاش. انا عامله توم وكمون وملح ومعلقه هريسه، ده بس التتبيله بتاعتها. بتعمليها زي ما انت شايفه اهي. انا حطيت كل اللي خلصت يعني، بس سايباها عشان الفتحات اللي انا عاملاها فيها ديت ايه بتقوم حطاها فيها. صدقيني تبقى حلوه قوي قوي ومفيش اي ريحه زفاره او اي حاجه فيه زي ما انت شايفه. طبعا عندي الدقيق عاوزه تحط عليه شويه كمون وملح وحطي، بس انا ان شاء الله مش هحط لا ملح ولا كمون. ليه؟ عشان انا احط ده في الصينيه بيبقى حلو قوي قوي، ولو عاوزه برده حط براحتك مفيش اي مشكله كمون وملح. بس انا اهوت هنقلب التقليبه الحلوه ديت. في ناس بتقولك انا لما بنضف السمك بيبقى ريحته زفره. لا، نضفي السمك ونضفيه كويس، وبعد كده حطيه في ملح وليمون ودقيق لمده 10 دقايق بس، ما تطوليش عشان السمك ما بحبش ان هو يتحط في ميه كتير. انا كده خلاص زي ما انت شايفه، ومعايا الزيت حطيته على النار، هقوم جايه كده وحطها بنفس الطريقه. هدي عليه لما تكون السمكه كبيره عشان ما تبقاش فيها ممكن يبقى فيها دم او فيها تبقى لسه طريه. هنسيبها ونهديها ونرجع لكم تاني نوريكم احلى فيديو ان شاء الله. في ناس بتقول لك السمك بيبقى زفر، ان شاء الله لما تعملي التجربه بتاعتي ديت مش هتبقى زفر ولا حاجه. في ناس بتحط فانيليا، بس لا ما تحطيش فانيليا، اصل الفانيليا ديت للحلويات والحاجات اللي زي دي عشان ما تحوش الزفاره. انا بحط ليمونه زي ما انت شايفه اهي، دي بتحوش الزفاره، وانت كمان بتبقى غسلاها بالدقيق والليمون مفيش اي زفاره، دام غسلاها كويس خلاص والسمكه جايباها من مكان نظيف مفيش اي ريحه زفاره. بس خليكي ان شاء الله هتشوفي احلى صينيه سمك حلو قوي، والطعم بقى بسم الله ما شاء الله. كده السمك احمر زي ما انت شايفه زي ما انت شايفه لونه حلو قوي. طبعا لما بتهدوا عليه بيبقى احسن. انا دلوقتي حطيت هنا زيت عشان هعمل لك صينيه السمك. حطيت 3 معالق زيت حلوين كده كبار. بعد كده هحط 3 بصلات. 3 بصلات دول هحمرهم زي ما انت شايفه كده لغايه ما اللون يبقى ذهبي. ومعاكي 3 بصلات هتحط عليهم نص كيلو طماطم. تفضلي تقلبي لغايه ما لون البصل يبقى ذهبي معاكي. زي ما انت شايفه البصل احمر. انا جبت دلوقتي نص كيلو طماطم عملته في الخلاط وصفيته، عليه فلفل اسمر معلقه صغيره، وعليه معلقه كمون ومعلقه بابريكا. احنا كده هنسيبها لغايه ما تتسبك زي ما انت شايفه، وشويه ملح، وهنسيبها لغايه ما تتسبك ونرجع تاني. السمك احمر بس هسيبه شويه كمان وارجع تاني اوريكم. كده خلاص اتسبك معانا. احنا هنعمل ايه بقى؟ بسم الله. زي ما انت شايفه اهي كده خلاص. احنا هندخله الفرن دلوقتي. انا هحطه في الفرن عشان فيه يعني ايه يا دوبك هو يعتبر استوى، مش هنسيبه اكتر من كده. هدخله الفرن وهرجع لكم تاني اوريكم احلى سمك، طبعا بالصلصه او بيسموه عندنا السمك المصحر. كده خلاص خلصنا احلى صينيه سمك، ريحه جميله قوي وفي الزفاره
بسم الله ما شاء الله. طول ما انت منضفه السمك بتاعك مش هيبقى فيه اي زفاره. اهم حاجه الفيديو يعجبكم، ما تنسوناش اللايك والاشتراك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.